انا بقول لكم تجربتي اللي انا ماشيه بيها بما يرضي الله وبيني وبينكم ربنا، والله العظيم ده اللي انا بعمله ليا، هو ده اللي انا بعمله. انا بقول لكم تجربتي اللي انا جربتها. هلا 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 والله. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الف حمد والشكر يا رب. الحمد لله. وبعد ما جبنا الكتاكيت بتاعتنا، وربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم، اللهم امين يا رب العالمين، ويطرح لنا البركه فيهم، قولوا امين، اللهم امين يا رب العالمين. نبدا الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد كله خير وبركه ورزق من عند الرحمن، اللهم امين يا رب العالمين، تبارك لنا فيه. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، وندعي لاخواتنا في فلسطين والسودان، ربنا يا رب ينصرهم النصر العزيز المقتدر، ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم ويعينهم على اللي هم فيه، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. بصوا بقى، احنا جبنا كتاكيت اهي، ولا صلاه النبي صلاه النبي صلاه النبي، يا رب بارك لنا فيهم، قولوا امين. اهو الف ب كتاكيت. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بنحطهم ايه في المكان اللي احنا مدفينه، زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو، دي العشه اللي انا عاملاها امبارح، ومن ساعتها وانا مدفياها وقايده فيها اللمبه، يعني هي كده جاهزه ان شاء الله لاستقبال الكتاكيت. هنعمل ايه بقى؟ هنقعد بكتاكيتنا كده اهو. بسم الله ما شاء الله. استنى اجيب حاجه اقعد عليها الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، يا رب يطرح لنا فيهم البركه، اللهم امين. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، كتكوت اهوت، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اول حاجه بعدهم، لان انا ببقى جايباهم بالطلب يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله واحد. عايزه انور لكم البتاعه دي. الله واحد مالوش تاني. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يبارك لي ويبارك لكم، اللهم امين يا رب العالمين. ادعوا لي دعوه كده حلوه من قلبكم، ربنا يعدي الدوره دي على خير ويرزقنا خيرها ويكفينا شرها، اللهم امين يا رب العالمين. قولوا امين يا ولاد. بصوا بقى، احنا دلوقتي الحمد لله بفضل ربنا علينا جبنا الكتاكيت. نعمل لهم ايه بقى؟ اول حاجه خالص اهي الف ب كتاكيت. بص، السقايه بتملي نصها ميه، السقايه اللي هي 2 لتر بتملي نصها ميه، تحطي عليها كيس محلول الجفاف، تدوبيه في نص السقايه كده، يعني تفضي الكيس وتفضي عليه الميه وتدوبيه. ادى الكيس ده على نص سقايه، ما شاء الله. لو العدد عندك كبير بتجيبي كيسين من ده على السقايه، تمليها على الاخر. تمام لحد كده؟ ده كويس. مؤايه ركزي معايا. يبقى احنا جبنا الميه، هنحط عليها نص السقايه، هنحط عليها الكيس ده محلول الجفاف، بتجيبيه من الصيدليه، ما هوش غالي، بانه بجنيه ونص او ب2 جنيه، كان الاول بجنيه. او يعني لو ما عندكيش ده، بتحطي معلقه صغيره عسل على النص سقايه، تمام، وتدوبيه برضك وتحطيه للفراخ. بس مش من اول ما تجيبي الفراخ وتحطيهم في المكان تجيبي لهم ايه، تروحي تجيبي لهم تحط لهم اكل وتحط لهم ميه، لا، ان هم بيبقوا جايين من، مثلا لو انت جايباهم من، رحت المعمل جبتيهم، او لو العربيه جابتهم لك لحد عندك، او اللي انت قايله له على الفراخ جابهم لك لحد عندك، بيكونوا بقى ايه من الطريق بقى والمخمضه والعربيات والرجرجه، فيستحب يعني انك انت ما تحط لهمش
الاكل والميه على طول كده، تسيبوهم ساعه ياخدوا على المكان كده، ودرجه حرارتهم تبقى من درجه حراره المكان كده، ويجروا لهم شويه، بحيث ان امعائهم تستقر من الرجرجه والخضخضه اللي كانوا فيها. وبعد كده تحط لهم المحلول الجاف ده، او ما عندكيش ده بتحط لهم معلقه عسل على نص سقايه الميه. ما عندكيش عسل اسمر بتحط لهم معلقتين سكر او 3 معالق سكر، وتدوبيهم برضك وتحط لهم. بس يعني افضل حاجه ان ده بيبقى فيه فيتامينات وفيه املاح وفيه معادن وفيه حاجات كتير بيبقوا محتاجينها في الاول كده. ده يعني ده افضل الثلاث خيارات دول. تمام. انا يا جماعه مانيش دكتور بيطري ومانيش صاحبه مزرعه كبيره، واسال مجرب وما تسالش طبيب. اللهم صل على النبي. كده خلاص استقبلناهم اول يوم اهو، حطينا لهم الميه بعديها بحوالي ساعه. بعد ما تجيب الفراخ يعني بحوالي ساعه بتحط لهم الميه وبتحط لهم علف. مش تروحي بقى تملي لهم، اللهم صل على النبي، يعني ربنا يبارك ويزيد. يعني انا مثلا جايبه 50 فرخ، مش هروح املى لهم الطبق زي ده، مش هروح املى لهم الطبق ده علف، لا انا بحط لهم حوالي نص كيلو، يعني لوحه كده اهو بايديا ينقروا فيها كده ويتعلموا الاكل، لان هم لسه جايين مش عارفين حاجه. بحطها لهم فيها في الطبق ده هو مكسر وحالته بالبلا، بس ما علينا بيقضي الغرض. احط لهم فيهم حيفان كده اهوت حوالي نص كيلو علف، واسيبهم ينقروا فيه. الميه اللي انا حطيتها لهم بالمحلول الجفاف دي مثلا انا جبتهم دلوقتي حوالي مثلا الساعه 4، بكره الصبح ان شاء الله اشيلها من قدامهم واحط لهم ميه بيضه. تمام. تمام. خلصت الميه البيضه بقى وعدى اول يوم. تمام. فاهمين كده ولا مش فاهمين؟ قولوا فاهمين. اللي مش فاهم يرفع ايده يا ولاد ويقول انا مش فاهم. عيد تاني. بصوا بقى، الازازتين دول مهمين جدا جدا يكونوا عندك في اول الدوره. دي ازازه املاح اللي هي بتبقى ملونه دي. بصوا هي عندي هنا خضرة، ساعات بتيجي زرق، يعني ملهاش لون معين. هي يا خضرة يا زرق، اللي هي الاملاح. الالف دال 3 اهي، الازازه دي اهي، دي بتبقى مصفرة شويه كده، دي بتبقى فيتامينات وحاجات ومعادن برضو شويه فيتامينات كده مع بعض، اسمها الف دال 3 اهي. الازازتين دول ضروري 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 يكون عندك في اول الدورة. بعد ما بتعدي يوم، هم قعدوا يوم بالمحلول او بالعسل او بالسكر خلصوه، بتحط لهم ميه بيضه. وتاني يوم بقى، يعني عدى اليوم اول يوم اهو، تاني يوم بتحط لهم من ده 2 سنتي على نص السقايه. ويا سلام بقى لو انت مثلا جبتي وناويه تربي على طول، الحاجات دي مش بتبقى مركزه قوي، الازايز الصغيره دي مش بتبقى مركزه قوي. لو انت ناويه تستمري وتجيبي دوره واثنين وثلاثه وتشتغلي بقى وتعملي كمشروع، تاخديه كمشروع بالنسبه لك، بتجيبي من الحاجات دي يا اما نص لتر يا اما لتر. يعني تروحي تقولي له انا عايزه نص لتر الف دال 3 اهي، او عايزه نص لتر املاح. هو ممكن يكون غالي شويه، انا مش عارفه الاسعار كام، بس بيبقى مركز، ويعني لو خدت منه سنتي بيبقى مركز وفيه الحاجه مظبوطه قوي. بس احنا يعني طبعا احنا بنجيب دوره وممكن نكسل بعديها شويه، ممكن نستنى الشتاء يعدي، ممكن نستنى الحر يعدي، يعني مش دايما مش شغالين باستمرار، فبنجيب دي وهي حلوه يعني ما هيش وحشه. فبنحط لهم مره، يعني انا خلاص اهو اول يوم عدى، حطيت نص 2 سنتي على نص سقايه، والحمد لله ربنا يبارك فيهم شربوهم. تاني سقوه بقى بعد كده احط لهم نص 2 سنتي على نص السقايه من ده، يعني مره من ده ومره من ده. تقعدي على كده اسبوع، سقوه من ده 2 سنتي على نص السقايه، والسقوه التانيه 2 سنتي على نص السقايه. تمام. لحد عمر اسبوع. بالنسبه للعلف بقى، ده بالنسبه للميه خلصنا منه نحطه اهو. بالنسبه للعلف انا بحط لهم على العلف الناعم ده بجيب بادي 23. المفروض ان الكتكوت على ما يكبر ويبقى فرخه وياخد العمر بتاعه المظبوط بياكل قد ايه علف بادي؟ بياكل كيلو، الفرخ بياكل كيلو علف بادي اللي هو تركيز 23%. يعني مثلا اللي جايبه 20 فرخ تجيب لهم 20 كيلو علف بادي. عشان في ناس كتير بتسأل وتقول لي يا ام ايه احنا يعني امتى نعرف ان احنا نبطل البادي بقى ونجيب لهم العلف النامي بعد كده؟ انا يا جماعه واخداها كده، بجيب مثلا لو جايب 20 فرخ بجيب لهم 20 كيلو علف بادي اللي هو تركيز 23%. انا بعيد وبزيد في الكلام، مش ان انا يعني
بمللكم مني وبحب الرغي وكده، لا انا بعيد علشان خاطر اللي لسه داخل معايا الفيديو يفهم احنا بنقول ايه. وعشان ام ايه بالذات حبيبتي واختي من العراق، ربنا يا رب يبارك لها فيه، من العراق معلش على العاميه اللي انا فيها. هي عايزه تعرف يعني هي بتربي كتاكيت ازاي، لان هي اول مره تربي. فدي اول يوم انا جبتهم معاكم اهو، لسه والله داخله بيهم حاجه. فالعلف ده بقى النص كيلو ده بتحط عليه يعني ايه نص معلقه كركم في تاني يوم، مش اول يوم تجيبيهم، تاني يوم اخر النهار، او بلاش تاني يوم، تالت يوم بتحط لهم نص معلقه كركم على النص كيلو علف ده، وتقلبيه وتحطيه قدامهم. الكركم مفيد جدا جدا، بينظف المعده بتاعتهم، وبيبقى في حاجات برضو مفيده لهم، وبيبقى كويس ايه مطهر معوي لهم، حلو جدا جدا جدا. تمام. بعد كده بقى ايه ممكن تحط لهم اللهم صل على النبي، بصل بودر برضو نص معلقه على النص كيلو علف، توم بودر. بعد عمر اسبوع ممكن تجيبي بصلايه وتخرطيها ناعم قوي قوي قوي، وتقلبيها على العلف وتحطها لهم، بحيث ان هم ايه يتعودوا معاكي على طعم ونكهه البصل. البصل برضو مفيد وبيقوي المناعه بتاعتهم وكل حاجه، وعشان يتعودوا عليه من وهم صغيرين. ده الكلام ده بعد عمر ايه، بعد عمر اسبوع. البصل بعد عمر اسبوع. احنا خلاص اهو جبنا الفراخ وقعدت عندنا الاسبوع اهو، بعد كده نحط لها على العلف كده. قبل الاسبوع بحط لها نص معلقه كركم على نص كيلو علف، واقلبها واقلبه كده اهوت. هو الريحه بتاعته بتجذبهم ان هم ياكلوا، بيخلوهم ايه يعني ايه بيقولوا عليها ايه، ياكلوا يعني. اخت ام محمود بقى ربنا يا رب يبارك لها، بتقول لي كاتبه لي تعليق النهارده، وانا طبعا ما كانش ينفع ارد على التعليق، انا قلت لها هرد عليك في الفيديو بتاع بكره. الفيديو ده انا المفروض ما كنتش هنزله بكره، المفروض كان هينزل بعد بكره، بس انا عشان خاطر التعليق بتاعها اللي هي كتبته وعشان ارد عليها برضه خليت ايه بدلت الفيديوهات، يعني هنزله بكره عشان خاطر ايه تاخد الرد بتاعي. ما كانش ينفع ارد في التعليق علشان خاطر انا عايزه اتكلم واخد راحتي. بتقول عندها الكتاكيت عمر 10 ايام واكلهم ضعيف جدا. بص يا حبيبه قلبي، اهم حاجه انك انت تكوني جايباهم من مكان موثوق منه. ما تقوليش العربيه معديه، الموتوسيكل معدي بفراخ بينده عليهم لقيت سعرهم رخيص فجبت. الحاجات دي مش بتبقى مضمونه، عشان العلف غالي، واللهم صل على النبي، والكتكوت غالي، فبلاش نخاطر. يعني اعملي اللي عليك على اكمل وجه، واسعي كويس وتاكدي من المصدر اللي انت جايبه منه، علشان خاطر ربنا يديكي على قد سعيك وعلى قد تعبك. انما هتجيبي من مصدر مجهول وتاكلي وتستهلكي علف وتستهلكي كهرباء وتستهلكي ميه وادويه وتدفئه وكل ده، وبعد كده تيجي تقولي ده الكتكوت ما جابش معايا او الفرخ ما كبرش او يعني ايا كان كل المسميات، يبقى الغلط عندك انت اللي جبت من مصدر مش معروف. يعني احنا عندنا المعمل يعني احنا عندنا اما باجي اجيب، والله عندنا برضو كل الموتوسيكلات والعربيات بيعدوا وكل حاجه، بس انا ما برضاش اجيب منهم، بروح اجيب من المعمل اللي عندنا في البلد، او يعني معايا رقم حد بيجيب لي منه من المعمل ده، ومن حد موثوق منه برضو، يعني بجيب منه الكتكوت بتاعي، بحيث ان انا لو اكلت وعملت كل اللي عليا ولا قدر الله لا قدر الله ما فيش نتيجه في الاخر، يبقى انا اعرف احاسب الشخص اللي انا جايبه منه كتاكيت. انما دلوقتي انت الشخص اللي انت جايبه منه من الموتوسيكل اللي معدي والعربيه اللي معديه، خلاص كتوتك مش طلع حلو، هتجيبيه منين بقى تاني؟ مش عارفاه، اهو ارزاقي على باب الله، ربنا يرزقنا ويرزق الجميع. فكده لو انت واثقه من مصدر الكتكوت بتاعك، تعالي بقى اقول لك زي ما انا قلت لك لسه دلوقتي، او عمر ساعه ما بتدخلي بالكتكوت بتسيبيه ساعه، بعد كده تحط له محلول الجفاف او العسل او السكر على الميه وتسيبيه يوم. بعد كده الفيتامينات والاملاح اللي انا قلت لك عليها 2 سم على نص السقايه، سقوه وسقوه، مره من الازازه دي ومره من الازازه دي. والعلف بتحط عليه الكركم، وبعد كده بتحط عليه بصل بودر وثوم بودر. هتقولوا لي انت ايه اللي العك اللي انت بتعكيه ده، انت بتطبخي؟ وممكن حد يكون عنده مزرعه ولا حاجه يقول لي انت ايه اللي انت بتعمليه. انا يا جماعه قلت لكم انا لا صاحبه مزرعه ولا عندي ولا دكتوره بيطريه، انا بنقل لكم تجربتي الشخصيه، والحمد لله بفضل ربنا عليها، ربنا بيسترها معايا وبيعديها على خير الحمد لله، وبيراضيني في الاخر. بالنسبه للفرشه زي ما قلنا لازم في الشتاء تكون عاليه، حوالي ما تقلش عن 10 سم، علشان خاطر الرطوبه والبرد، والجو بيبقى برد عليهم، والفراخ بتحب تنقر كده وبتوصل للارضيه، فلازم أن يكون في مسافه بينها وبين الارضيه.
اللهم صل على النبي. اهم التهويه زي ما شفتوا كده وريتكم امبارح. بتعملي لهم مكان كده. لو رحت عند بتاعه التروسيكلات والموتوسيكلات المحلات اللي بيبيعوهم، بتلاقي عندهم الصناديق اللي هي اسمها صحاره، اللي بيجوا فيها الحاجات دي وهم بيقفلوها هنا في مصر. الصندوق حوالي ب 150، من 150 ل 200 تجيبيه، والغطا بتاعه بتعملي في مكان كده تنزلي منه اللمبه وتحطيهم فيه. مش هتحتاجي العشه اللي انا عاملاها دي، بس انا بعمل على قد امكانيات. انا عندي الاوضه فباخد فيها ركن وبعمل اللي انا عايزاه. انت ما عندكيش مكان، ممكن تجيبي الصندوق ده وتعملي فيه، وما ربنا يكرمك كده ويكبر ويبقى الكتكوت حوالي يكبر معاك حوالي كيلو ولا 3/4 كيلو، ممكن تنقلهم بقى في مكان واسع. تمام. انت دلوقتي هتعملي ايه يا ام محمود؟ كتاكيتك عندها 10 ايام واكلها ضعيف. هتخرطوا لهم بصله خرط ناعم كده وتقلبيها على العلف بتاعهم. وزي ما قلت لك الكتكوت بياكل علف بادي كيلو. اعملي حسابك، والله كلوا في يومين، كلوا في اسبوع، كلوا في 10 ايام، هو له كيلو ياكل. يعني انت جايبه 20 تجيب لهم 20 كيلو علف بادي، تركيز 23%. بعد كده بتغيري للنامي بقى. وقبل ما بتغيري للنامي، يعني انا خلاص النهارده اخر يوم في العلف البادي اهو، بروح عند البيطري بجيب ازازه اسمها ايه، مضاد سموم. انت عندك الكميه قليله، بتجيبي مثلا ب10 جنيه، بيديها لك في ازازه صغيره كده، هو عامله زي ازازه الفانيليا. ب10 جنيه مضاد سموم، بتحطه لهم لمده 3 ايام. بتحط 2 سم على السقايه لمده 3 ايام، مره كل يوم. تحط النهارده وبكره وبعد كده تغيري لهم العلف للنام، عشان العلف كل مرحله من العلف بيبقى فيها ايه نسبه سموم معينه، عشان تتفادي الموضوع ده والفرخ معاكي يعني يبقى كويس وحلو. بتجيبي مضاد السموم ده تحط لهم لمده 3 ايام، كل يوم مره، كل يوم سقوه واحده. وانا بالنسبه لي ما بغيرش بعد العلف الناهي ده، انا ما بجيبوش لان نسبه السموم فيه بتبقى عاليه جدا. وانا بخاف ايه ان بعد يعني ما يوصلوا الوزن اللي انا عايزاه، او بعد ما ياخدوا وقتهم عندي يعني ويبقوا ما شاء الله حلوين، ما احبش اغير لهم عن النام. هو انا باكل بادي ونام تركيز 21% بس، هما دول المرحلتين اللي انا باكلهم. فانت هتخلط لهم بصل على العلف، وفي الميه تحط لهم برده. انا ساعات كده بقوم جايبه فص ثوم وببشره بالمبشره الرفيعه اللي خالص، وبعصر ليمون في الميه وبحطه له. برضو ريحه الليمون وريحه الثوم بتخلي الفرخ يجي على الاكل ويجي على السقايه بتاعه الميه يشرب وياكل. فهو المعده بتاعته بتشتغل والهضم بتاعه بيشتغل. انت عندك 10 ايام، يعني الكتكوت بتاعك عمر 10 ايام. ممكن تجيبي معلقه زبادي ومعلقه صغيره زبادي، ويعني شويه خميره كده على طرف المعلقه، يعني ربع معلقه صغيره خميره، وتقلبيهم كده اهوت مع بعض وتحطهم لهم على العلف. حلو قوي للهضم، والخميره تقتل اي ميكروب او اي حاجه في المعده، لو هم مثلا هو ده اللي مش مخليهم بيسحبوا في الاكل قوي. وحلوه يعني. دي تعملي الموضوع ده مره كل اسبوع. ركزي معايا في التواريخ، وركزي معايا في التوقيت، وركزي معايا في الكميات. انا رديت عليكي في الفيديو مخصوص علشان خاطر ايه تبقي سامعاني وشايفاني، فالمعلومه اللي انا عايزه اقولها لك توصل. تمام. احنا اليومين دول الجو حلو، لا هو حر ولا هو شتاء، فالتوقيت ده مناسب جدا جدا انك انت تجيبي كتكوت. ما تقوليش الكتكوت غالي، ما هو لو الكتكوت غالي فهتبصي للفرخ الكبير ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، السعر غالي. السعر غالي. يعني هي ايه بتضاهي بعضها، فربنا بيعدها معاكي على خير وبيسترها معاكي. تمام. فانت هتحط لهم بصل على العلف وعلى الميه، هتحاولي تحط لهم ايه تبشروا لهم فص ثوم كده مع تعصري ليمونه على الميه وتحطها لهم، ان شاء الله باذن الله ربنا ياخد بيدهم ويسحبوا معاكي في الاكل. المهم ان انت ما تكونيش على عمر ال10 ايام دول وحطيت لهم العلف غيرتيه من بدل نامي، هما لسه هياكلوا معاكي العلف البادي. لسه دلوقتي ما تحطلهمش نامي عشان نسبه السموم ما تبقاش عاليه عليهم قوي. اللهم صل على النبي. كنت عايزه اقول لك ايه كمان، كنت عايزه اقول لك ان هو كمان يعني في العمر وهو صغير كده ما بياكلش كتير. انا بقول لك انا اول ما بيجي بحط له حفان، بيفضل اسبوع ياكل في الحفان ده، كل يوم احط له حفان، واحيانا ايه ما بيخلصوش، فهو بيبقى لسه كتكوت صغير معدته صغيره، فممكن يكون هو ده السبب.
ولو مش ملاحظه ان هو بيكبر معاكي يبقى المشكله في الكتكوت نفسه. فانت حاولي معاه كده تحط له بقى زي ما انا بقول لك كده، وتحاولي ان هو ايه يسحب معاكي في الاكل، وان شاء الله ربنا يكرمك ويرضيكي فيهم. وانا ان شاء الله باذن الله يوم بعد يوم هنزل معاكم فيديو للفراخ، واقول لكم انا عملت النهارده ايه مثلا، او عملت امبارح ايه بالنسبه للفراخ بتاعتي. النهارده اول يوم زي ما قلت لكم، بدات معاهم بده اهو، ما تقولوش رغاي، انا بعيد في المعلومه مره واثنين وثلاثه، ده اول يوم. يعني هما دلوقتي جايين، هما اتبقى لهم يجي ساعه. انا دلوقتي هروح اجيب السقايه احطها فيها ميه، هروح اجيبها قدام. بصوا السقايه اهي انا جبتها معاكم اهو، ادي نص السقايه ميه اهو، معايا الكيس اهو المحلول اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الشافي المعافي، يا رب اطرح فيهم البركه يا رب. اهو كله قدامكم اهو، فضيت فيهم كيس المحلول وقلبته، غطيت السقايه وهحطها لهم دلوقتي عشان يشربوا. بحطها لهم على ايه؟ مش بحطها لهم كده على طول على الارض، بحط لهم مثلا حته سيراميكا زي دي بحطها واقوم حاطه لهم عليها، علشان لا تبقى عاليه عليهم ولا ايه واطيه، بحيث ان هم يقفوا فيها ويبردوا وياخدوا بالهم. ربنا يبارك لنا ويطرح لنا فيهم البركه. اروح احط لهم الميه وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، انا حطيت لهم الميه وادي العلف اهو، ده اقل من نص كيلو كمان اهو، يا دوبك حفان بايدي كده، وهفردها لهم كده في الطبق كله، بحيث ان هم ما يتقاوموش على بعض، ويا دوبك بس يتعلموا فيه النقنقه كده وينقروا فيه، لان هم اول يوم يعتبروا ما بياكلوش اصلا، فهيتعلموا في ده الاكل. هحطه لهم برده واجيلكم. بصوا كده بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. طول ما الكتكوت كده يعني منتشر في المكان وبيجري وبيلعب كده ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، يبقى هو كده مش سقعان. انما لو متقاوم تحت اللمبه بيبقى كده ايه، هو سقعان. وزي ما قلت لكم المكان اهوت حوالي متر في نص متر كمان، او متر في متر بالكتير قوي. وحاطه لهم اللمبتين اهم زي ما انتم شايفين، اللمبه من دي لمبه 200 ولمبه ايه 100، يعني واحده كبيره وواحده صغيره شويه. وما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، الجو عندهم كده يعني مظبوط. انا مدفيه المكان من قبلها بيوم، يعني المفروض كانوا يجوا امبارح، انا مولعه اللمبه من اول امبارح بالليل، وما رضيتش اطفيها لما ما جوش امبارح، وقلت ايه اهو المكان يتدفى برضك وياخد ايه الحراره المظبوطه اللي انا عايزاها. والميه فيها المحلول والعلف قدامهم اهو. هم دلوقتي جايين بقالهم ساعه او ساعه ونص كمان، لسه حاطه لهم الاكل دلوقتي. عايزاكم بقى ايه تدعوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم، عايزاكم تدعوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم، ربنا يبارك لي فيهم ويطرح لي فيهم البركه، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يحسن ما بين ايديا وايديكم، اللهم امين يا رب. لايك وشير وسبسكرايب عشان خاطر ايه قناتنا تكبر وفيديوهاتنا ايه اكبر عدد حد يشوفها يعني. وان شاء الله باذن الله هتابع معاكم يوم بعد يوم بالنسبه للفراخ، انما روتيناتنا العاديه زي ما هي ماشيين يعني ايه مع بعض كده. وربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم، اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم في الله، واشوفكم الفيديو الجاي على خير، وربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا يا حبايبي، بالنسبه للمكان لازم يكون فيه تهويه. انا مقفله العشه كلها اهوت، وسايبه بصوا جنب بحاله اهوت مفتوح، علشان خاطر الهواء يدخل ويخرج، بس يبقى بحساب، يعني مش له مفتوح قوي ولا هو ايه مقفول قوي، يجيب لهم ايه احتباس حراري، والجو يعني يكون زامت عليهم يعني. فهو كده ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، كده المكان مظبوط تمام، حطينا لهم كل حاجه. ربنا يا رب يطرح لنا فيهم البركه، اللهم امين يا رب العالمين. اتمنوا لي كده بقى من قلبكم الخير، وربنا يطرح لي ويطرح لكم البركه، اللهم امين. متنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتشاركوا الفيديوهات على قد ما تقدروا. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي ويسعد قلوبكم ويكبر خواطركم جبرا يتعجب له اهل السماوات والارض، وربنا يرضيكم ويرضى عنكم، اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم في الله، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين.